اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى صحبة وأحلى أخوات حلوين. لو أول مرة بتشوفيني أنا معاكي إيمان. إن شاء الله هنعمل مع بعض كده مكعبات المرقة الدجاج، بأسهل طريقة وبأقل إمكانيات هتقدري تعمليها وبأقل تكلفة. إن شاء الله هنعملها مع بعض. أنا جبت كده حزمتين من الكرفس. لو ما فيش كرفس عندك او الحته اللي انت فيها ما بيجيبوش الكرفس، ممكن الكزبره الخضراء بديل للكرفس. ودي حزمه من البقدونس. هنقطع الكميات كلها الخضار اللي انتوا شفتوه معايا، وممكن برضك تزودوا الخضار. ممكن تحطي كوسه، ممكن تحطي قرنبيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقطع طبعا مع بعض، هنخرط الخضار كله مع بعض بالشكل اي تخريطة. كله الخضار ده هنرفعه على النار بعد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة صحية جدا يا جماعة، وموفرة في نفس الوقت، وبدون مواد حافظة. حاجة يعني شغل فاخر من الاخر يعني. هنقطع بقى دي حبات بطاطس واحدة انا حطاها. هنقطع كمية الجزر والكميات اللي انتي عايزاها، يعني انا مش محددة كمية معينة، الموجود عندك بالشكل ده. هنقطع الخضار كله، هنقلبه مع بعض كده، وهنرفعه على النار ونحط عليه لتر من الشوربة. اي نوع شوربة عندك بس تكون تقيلة شوية حطيها عليها. فراخ، بط، شوربة اللي هو العظم دوت اللي هي الماسورة. هنرفعه على النار لما يتهري تماما، وانا حطيت عليه قطعة لحمة برضو اختياري مش موجودة خلاص. ده البهارات اللي احنا هنحطها مع بعض: بابريكا، جنزبيل، توم بودرة وبصل بودرة، كزبرة ناشفة، كمون، كاري، كركم، فلفل اسود. كلها معالق كبيرة يا جماعة. هنضرب طبعا الخليط بتاعنا بعد ما هدي شوية. الخضار بعد ما هدي شوية هنضربه فين؟ في الخلاط. عندك هاند بلندر هتضربيه في الحلة. هنجيب كده هنرفع الحلة على النار ونحط فيها نص كوباية من الزيت على الزبدة، ونص كوباية من دي، زي ما تكون بتعملي بشاميل بالظبط. بعد ما يتحمص معانا الدقيق كده، عشان ما يبقاش في المرقة كده تحس بطعم الدقيق. بعد ما الدقيق يتحمص كده هننزل بالبهارات بتاعتنا كلها، وهننزل كمان بمعلقتين ملح كبار كده هرميين. هي معروف ان المرقة بتبقى حادقة. هنشوح البهارات كده مع الدقيق لغاية ما تشم ريحتها طالعة عليكي كده حلوة. هننزل بالخضار اللي ضربناه في الخلاط وهنقلبه شوية معاه، بحيث لو فيه مية ولا حاجة يطلع بخار المية اللي فيها. هنجيب كده صينية هنفرش فيها كيس تلاجة او ستريتش في قعر الصينية دي. انا الكمية دي عملت معايا الصينية الكبيرة دي والصينية الصغيرة خالص بتاعة الطقم. هنفرده كده ونحطه في التلاجة يعني من 3 ل4 ساعات كده، لحد ما تلاقيه جمد معاكي وتطلعيه. أه تقسميه زي ما انت شايفة كده، وتعمليه المكعبات اللي انت عايزاها بالحجم اللي انت عايزاه. انا كنت محدداه بالمسطرة كده بحيث ان انا ايه يعني الى حد ما تبقى المكعبات مقاس بعض. انا جبت ورق الالومنيا وحطيت فيه كده ورق من الزبدة. لو ما فيش عندك ورق الألمونيا طبعا ولا تحتاري ولا تدوري. احنا هتجيبي علبة بس تكون بتتقفل كويس، هتفرشي فيها كده كيس تلاجة من تحت، وهنحط كده المكعبات بتاعتنا، وبين كل طبقة وطبقة هنحط كيس تلاجة بالشكل ده. لو وصلت معايا لغاية كده في الفيديو ما تبخليش عليا بلايك حلو وتعليق، وقولي لي انت بتتابعيني منين.
حلوة جدا يا جماعة. انتوا شفتوا في اول الفيديو كنت بعمل لكم منها طبق الشوربة اللي انتوا شفتوه حلو ده. طعمه جميل وحلوة ومفيش مواد حافظة وحاجة يعني آمنة لينا ولولادنا وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الله على الجمال يا جماعة، الله على الحلاوة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ومع السلامة.